الست دي دفعت عربيتها من فوق الجبل، وابنها اللي عنده 2 سنين كان لسه محبوس جواها. هي ما كانتش مجنونة، كانت يائسة ومضغوطة. كل حاجة بدأت لما ابنها الصغير بالغلط ضغط على زرار في العربية الذكية، فاشتغل نظام القفل الأوتوماتيك، وفجأة كل الأبواب اتقفلت وسابت الأم بره. قعدت تحاول تفتح بأي طريقة، جابت عصاية خشب وحاولت تكسر الإزاز، لكن الإزاز كان قوي لدرجة إنه كسر العصاية نصين. الأم والابن اتحبسوا عن بعض. قبل الحدث ده ساندرا كانت مغنية زمان، كانت شاكة إن جوزها المنتج الموسيقي بيخونها، فتعصبت وخدت ابنهم ديفيد وطلعوا رحلة بالعربية الجديدة مونيليث. عربية حديثة جدا فيها إزاز ضد الرصاص وأبواب بتقفل أوتوماتيك. وهما في طريق صحراوي ساندرا كانت ماسكة الموبايل واتشتتت، فخبطت في غزالة. نزلت تشوف اللي حصل، لكن أول ما نزلت اكتشفت إن ابنها اتقفل عليه جوه، لأنه بالغلط شغل نظام القفل الآمن اللي مفيش حد يقدر يفتحه غير بالموبايل. حاولت تعلم ديفيد من ورا الإزاز إزاي يعمل سوايب على الشاشة علشان يفتح، بس هو كان صغير ومش فاهم، وكل اللي بيعمله إنه بيدوس في أي حتة. اتفزعت وابتدت تعلي صوتها، فالولد خاف والموبايل وقع منه على الأرض، وساندرا وقعت على الأرض منهارة. هما في نص صحراء فاضية، مفيش حواليهم ولا بني آدم. حاولت تتكلم مع نظام العربية الذكي، لكن مفيش أي رد، كأنها خزنة بنكية مقفولة مش بترد على أي أوامر من بره. ساندرا بدأت تتجنن من القلق، وكانت خلاص هتفقد عقلها. جابت حجر كبير وقعدت تضرب في الإزاز لحد ما الحجر نفسه اتكسر، والإزاز ما حصلوش حاجة. الولد كان بيعيط وهي بتحاول تهديه من ورا الإزاز. قررت تمشي تدور على حد يساعدها، ولحسن حظها لقت محطة شحن كهرباء بعيدة، بس البوابة كانت مقفولة. حاولت تنادي، مفيش حد. قررت تتسلق السور، وقعت على صخور حادة واتبهدلت. دخلت جوه لقت المكان فاضي تماما، حتى التليفون هناك ما كانش شغال. فضلت تدور حوالينها بجنون لحد ما لقت مفتاح إنجليزي كبير وكشاف. رجعت تجري على العربية، وهي في السكة سمعت عواء حيوانات في الصحراء، وكانت خايفة على ابنها. أول ما وصلت لقت كلب بري بيتمشى حوالين العربية. الكلب هجم عليها، فاضطرت تطلع فوق سقف العربية بسرعة، وفضلت تلوح بالمفتاح الإنجليزي وتتهوش معاه لحد ما خاف وهرب. نزلت تاني وبدأت تضرب في الإزاز بكل ما فيها من قوة، بس ولا كأنها عملت حاجة، الإزاز ما تكسرش. وساندرا كانت خلاص وصلت لأقصى طاقتها، كانت مرهقة تماما، وكل اللي قدرت تعمله إنها تفضل تطمن على ديفيد من ورا الإزاز لحد ما نام. تاني يوم الشمس كانت حارقة، الأرض بتغلي من السخونة. ساندرا صحيت على حرارة لا تحتمل، وفهمت فورا إن الوضع بقى أخطر بكتير. بره درجة الحرارة وصلت إلى 34 درجة، وجوه العربية أكيد كان أسخن بكتير. ساندرا شالت التيشيرت بتاعها وفردته على سقف الزجاج بتاع العربية علشان يقلل الشمس اللي داخلة، بس الولد كان لابس تقيل وبيعيط من الحر، وهي شايفة ابنها بيتعذب. ساندرا حست بإحساس عميق بالعجز، كانت حاسة إنها عديمة الفايدة تماما، بس بالرغم من الألم اللي بيولع جواها كانت عارفة إنها ما ينفعش تفضل قاعدة مستنية الموت. وفجأة بتفتكر لفتة شافتها قبل كده على الطريق. اللفتة كانت بتدل على إن في مطار قريب، دي ممكن تكون فرصتهم الوحيدة. خرجت تاني تمشي وسط الصحراء، بس ما كانش في أي مخلوق حوالينها. في السكة كانت جعانة وعطشانة، لكن سمعت صوت مية فطارت فرح، ولما وصلت لقت جدول صغير، شربت منه بس طلع مالح جدا فبصقته على طول. ما كانش قدامها اختيار تاني، كملت مشي ناحية المطار، وبعد شوية شافت طيارة من بعيد، ولما قربت لقيتها طيارة قديمة متسابة. ما استسلمتش، ساندرا طلعت جوه الطيارة وبدأت تدور بجنون على أي حاجة ممكن تساعدها. للأسف الطيارة كانت فاضية ما عدا كام إزازة ويسكي صغيرة، وشربتها علشان ترتوي، ولقت حاوية فاضية ممكن تفيدها بعدين. وهي قاعدة جنب الشباك حاسة باليأس، لمحت كومة خشب تحتها، جالها فكرة. بكل مجهودها زقت كاوتش قديم من الطيارة على الأرض وولعته علشان تعمل دخان أسود يمكن حد يشوفه ويساعدهم. ساندرا اضطرت ترجع بسرعة، ديفيد كان لسه محبوس جوه العربية. لقت درجة الحرارة عدت 40، جريت على الجدول الصغير، عبت شوية مية ورجعت بسرعة، لكن لما رجعت لقت ديفيد كان مغمى عليه من الحر. ساندرا اتوترت جدا وقلبها اتوجع جامد، صبت بسرعة مية على سقف العربية على أمل إنها تبرد العربية شوية. هي ولعت نار قدام فتحة التهوية بتاعة العربية عشان الدخان السميك يدخل ويشغل النظام ويفتح الباب،
بس بدل كده النظام قفل التهوية كلها، وده كان ممكن يخنق ديفيد جوه العربية. ساندرا بسرعة طفت النار وزعلت جامد، كانت متوترة وأخدت المفتاح الإنجليزي وضربت العربية بعنف، بس العربية ما تأثرتش خالص. بعد ما هدأت بصيت لديفيد تاني، لقيت وشه محمر ومغمى عليه وكان مش بيرد خالص. ساندرا اتكسرت وبقت حزينة جدا وحست بالذنب والعجز. فجأة شافت صباع ديفيد بتتحرك شوية، فرحت جدا وبقت عندها أمل تاني. بس فجأة ظهر كلب من العدم وهاجمها بشراسة. ساندرا جريت واتخبت تحت العربية، بس الكلب الجعان عض رجلها بقوة. صرخت من الألم، وبعد كده قدرت تركل الكلب، والكلب راح يأكل في غزالة ميتة كانت جنب العربية. الغزالة دي كانت العربية خبطتها قبل كده. ساندرا استغلت الفرصة واستخدمت المفتاح الإنجليزي عشان تحرك الغزالة، بس العربية ابتدت تفلت وتتحرك لورا. هي جريت بسرعة تحاول توقف العربية وضغطت عليها بكل قوتها، بس ما قدرتش تمسكها. وقبل ما العربية تقع من على الجبل، حجر كبير مسك العجلة ووقفها في آخر لحظة. ساندرا أخيرا خدت نفسها وبصت على ديفيد اللي كان مغمى عليه جوه العربية، وقلبها كان بيتقطع. لو الأبواب فضلت مقفولة كانت ساندرا هتودع ابنها من غير ما تقدر تعمل له حاجة. فتفتكر فكرة مجنونة، قررت تدفع العربية من على الجرف، وكانت بتتمنى إن السقوط هيكسر العربية ويفتح الأبواب. العربية وقعت والنظام الذكي اشتغل في الحال، والإنذارات اشتغلت والنظام ظبط توازن العربية في الهواء. العربية وقعت على الأرض بصعوبة، بس كانت سليمة ومفيش فيها أي ضرر. ساندرا نزلت تجري من فوق، ولما وصلت للعربية اتصدمت إن العربية كانت سليمة تماما، ما فيهاش ولا خربوش، بس مغطاة بطبقة تراب. وقفت تعيط وبتترعش من الخوف على ابنها وبتخبط على الباب بجنون. وفجأة خدت بالها إن الباب شبه مفتوح، واتصدمت إنه كان مفتوح بسهولة. طلعت ديفيد وحملته لمكان فيه ظل، وهي أخدت نفسها. العربية عملت فحص ذاتي لنفسها، وبعد شوية اشتغلت تاني وكأن مفيش حاجة حصلت. ركبت ابنها جوه العربية وشغلت المحرك، وابتدت تطلع من قاع الجبل. بعد شوية وصلوا لطريق جبلي وصخري. ساندرا شغلت نظام القيادة على الطرق الوعرة ورفعت العربية عشان تعدي بسهولة. وأخيراً وصلوا المستشفى. ساندرا شافت ديفيد بيصحى لأول مرة، والمرة دي أول مرة بيناديها ماما بدل ما كان بيناديها ساندرا بس. وده كان أصعب يوم في حياة ساندرا. شافت ابنها بيموت قدام عينيها وما قدرتش تعمل حاجة، بس ما استسلمتش. القصة دي بتفكرنا إن الأم ممكن تعمل المستحيل علشان تحمي ابنها، حتى لو هتزق عربية من فوق جبل. وده كان نهاية فيلمنا. أتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك وشير. نشوفكم في فيلم جديد قريب. مع السلامة.